فيلمنا بيبدأ مع بنت بتفتح عينيها وبتلاقي نفسها محبوسة في أوضة فاضية، بتكون فاقدة الذاكرة تماما ومش فاكرة أي حاجة عن حياتها. بتحاول تقوم عشان تفتح الباب وتخرج، بس بتكتشف إنها مش قادرة تتحرك. الباب بيتفتح وبيدخل شخص غريب، ملامحه هادية بس نظراته غامضة. بيعرفها بنفسه وبيقول لها إن اسمه توماس وإنه هو اللي خطفها، وإنه مش هيسيبها تخرج من الأوضة لحد ما تحبه بجد. وبيقول لها تفاصيل عن حياتها اللي هي أصلا ناسياها. بيعرفها إن اسمها روبي وعندها 25 سنة وبتدرس في كلية الحقوق. بيحكي لها إنها بنت وحيدة وإن عندها فوبيا من الكلاب، وبيقول لها تفاصيل عن أهلها وشغل والدتها. روبي بتكون مش فاهمة أي حاجة وبتسأله عن اللي حصل لرجلها وليه مش قادرة تمشي. توماس بيقول لها أنا اللي قطعت أوتار رجلك عشان ما تهربيش، وبيوريها الشنطة بتاعتها اللي كانت معاها عشان يثبت صدق كلامه. بيحط لها الأكل ومعاه حبايتين، واحدة مسكن والتانية منع حمل. روبي بتنهار لما بتسمع سيرة حبوب منع الحمل وبتفتكر إنه اعتدى عليها. توماس بيحاول يهديها وبيحلف لها إنه ما لمسهاش ولا هيقرب منها غصب عنها، وإن الحبوب دي مجرد إجراء احتياطي. وبيبلغها بقواعد المكان: الأكل 3 مرات في اليوم، والاستحمام متاح في أي وقت، والنور بيطفي الساعة 11 بالليل. روبي بتشوف اسورة في ايديها مكتوب عليها اسمها، فبتتأكد ان توماس مش كداب. تاني يوم بيدخل يطمن عليها فبيلاقيها ما خدتش الدواء بتاعها. بيعاتبها وبيقول لها ان الدواء ده عشان مصلحتها. روبي بتتعصب وبتحاول تفهم هو ليه عمل فيها كل ده، بس هو بيسيبها ويمشي. بالليل توماس بيدخل عليها وهي نايمة وبيعدل جسمها. روبي في الحقيقة كانت بتمثل انها نايمة عشان تراقبه وتشوف هيعمل ايه. اول ما بيخرج بتسحب نفسها ناحية الشنطة عشان تدور على اي خيط يوصلها للحقيقة. بتلاقي بطاقتها الشخصية وبتبص في المراية يمكن تفتكر أي حاجة. فجأة بتسمع صوت خطواته فبترجع مكانها بسرعة وتدير الشنطة، بس في كرة بتقع منها وبتخبيها في جيبها في آخر ثانية. توماس بيدخل عليها وبيديها الدواء بالعافية. روبي بتبص للكرة وبتحاول تفتكر هي كانت شايلاها ليه. تاني يوم روبي بتاخد حتة إزاز مكسورة من المراية وتخبيها في الشاشة اللي على رجليها. بتكتشف إن توماس بيراقبها طول الوقت من عين سحرية موجودة في الباب. توماس بيبدأ يعمل لها تمارين علاج طبيعي لرجليها، وبيكون مهتم جدا بنظافتها الشخصية لدرجة انه بيغسل لها وشها كل يوم. روبي بتبدأ تلعب جيم ذكاء مع توماس، فبتبوظ مواسير الحوض عشان تتكلم معاه وقت أطول، وبتسأله انت هتفضل حابسني هنا للأبد لو ما حبيتكش. بتبدأ تهزر معاه وتوصف له الملل اللي هي عايشة فيه في الأوضة. توماس بيفرح جدا لما بيلاقيها بدأت تتأقلم وتهزر معاه. بيوافق يغير لها المرتبة ويجيب لها كتب تقراها عشان تكسر الملل. روبي بتفرح لما بتشوف كتاب هي عارفاه وبتحس ان الذاكره بدات ترجع لها. توماس بيشجعها ويقول لها ان الروايح والكتب هي اللي هترجع لها حياتها القديمه. بالليل وهي بتقرا في الكتاب بتكتشف رساله مكتوبه بالمقلوب. الرسالة بتقول اوعي تثقي فيه عشان بيخدعك. روبي بتترعب ومش عارفة مين اللي كتب الرسالة. بعدها توماس بيدخل عليها وهو جايب ترابيزة عشان يتعشوا سوا. روبي بتبدأ تواجهه وبتسأله أنا الضحية رقم كام في حياتك؟ توماس بيتعصب جدا بس فجأة بيبدأ يعيط وبيحلف إنها البنت الوحيدة في حياته وإنه مستحيل يكرر ده مع حد غيرها. روبي بتمثل عليه وبتمسك إيده وبتقوله إنها مصدقاه، لكن بمجرد ما بيخرج نظرات روبي بتتحول. تاني يوم بتفك الشاش من على رجليها وبتكتشف ان رجلها سليمه ومفيش اي اثر للعمليه. بتفهم ان توماس كان بيكذب عليها طول الوقت. بتحاول تلمس أكرة الباب فبيجي لها فلاش باك لواحد بيضربها على راسها قدام شقتها. بتبدا تدور في الاوضه على اي حاجه فبتلاقي عواد كبريت اللي اتكتب بيها الرساله. روبي بتكتشف ان هي اللي كتبت الرساله لنفسها قبل كده، وفي وقت العشاء بتطلب من توماس عود كبريت عشان تولع شمعه وتعمل جو رومانسي. بتبدا تحكي له عن كابوس بتشوفه وهي بتغرق وبتستغل اللحظه وبتسرق عود الكبريت. ولما بيخرج بتكتب رسالة جديدة لنفسها في الورقة وهي خدعيه. وبتبدأ تستغل أي وقت هي لوحدها وبتعمل تمارين عشان تقوي رجليها وتستعد للحظة اللي هتهرب فيها. لكن قدام توماس بتفضل تمثل إنها مش قادرة تمشي ومحتاجة مساعدته. توماس بيوعدها إنها أول ما تخف هيخرجها من الأوضة. وفي يوم وهم بياكلوا روبي بتفتكر ذكرى ليهم وإنه قدم لها سلسلة هدية وإنهم كانوا فعلا بيحبوا بعض. توماس بيأكد لها إنهم كانوا مرتبطين وعندهم ذكريات كتير. روبي بتبص من الشباك وبتحاول تحدد مكانها وبتعرف انهم في بيت قدام البحر، وبتشوف راجل في مركب بعيد وبتحس ان هو ده طوق النجاة. توماس بيبدأ يقضي وقت اطول معاها لدرجة انه بينام على سريرها وهي بترسم. بتحاول تفتح الباب وهو نايم بس بيتحرك فبتعمل نفسها بتجيب الكرة من على الارض. روبي بتفتكر ذكرى تانية وهي انها كانت في علاقة مع حد بس مش فاكرة مين. توماس بيشغل موسيقى وبيجبرها ترقص معاه والذكريات بتبدأ ترجع لها. بتفتكر ان توماس اعترف لها بحبه فعلا وان هي كمان كانت بتحبه. بتنهار من العياط وبتقوله انها عايزة تعرف ايه اللي وصلهم لكده. توماس بيقرر يحكي لها الحقيقة كاملة من وجهة نظره. بيحكي لها انهم كانوا بيحبوا بعض
وفي مرة كان بينهم ميعاد هيتقابلوا فيه بس هو اتأخر عليها، وهي قابلت صديق قديم استغل إنها سكرانة واعتدى عليها. توماس لما وصل وشاف المنظر فقد أعصابه وقتله عشان ينتقم منه، وإن واحد صاحبه ساعده يهربوا ويخبوا الجثة في مكان مجهول، وإن روبي من الصدمة اللي شافتها فقدت الذاكرة وبقت بتنسى كل حاجة، وإنه خطط لسجنها هنا عشان يحميها ويخليها تفتكر حبهم وبس. روبي بتعيط وبتحضنه وبتشكره على كل اللي عمله عشانها. في الليلة دي بتحصل بينهم علاقة، وتوماس بيحس إنه أخيرا وصل لهدفه. تاني يوم الصبح روبي بتصحى قبله وهي لسه شايلة الإزازة في إيديها، وبكل غل بتضربه بالإزازة في رقبته. روبي كانت بتمثل طول الوقت وما صدقتش ولا كلمة من اللي هو حكاها، وبتخرج من الأوضة وبتجري ناحية الشط، وبتحاول تزق المركب اللي شافتها ناحية المية عشان تهرب، بس من كتر التعب بيغمى عليها. بعد شوية بتفوق وهي نايمة على سرير وجنبها دكتور بيكشف عليها. الدكتور بيقول لها إنها فقدت الذاكرة وناسية كل اللي حصل، وبيسيبها ويخرج من الأوضة. وبنشوف الدكتور بعد ما بيخرج وبنعرف إنه هو توماس وإنه لسه ما ماتش. توماس قرر يغير خطته وينتحل شخصية دكتور عشان يبدأ معاها من جديد، وبيرجع يحبسها في نفس الأوضة عشان يخليها تحبه تاني. والفيلم بينتهي على وش روبي وهي بتستعد لرحلة عذاب جديدة. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. أشوفكم الملخص الجاي. سلام.